بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في مطبخ منى. النهارده هعمل معاكم ايه بقى؟ هعمل معاكم بسكوت حلو قوي ومعمول في الصينيه زي بسكوت اليانسون كده. بسكوت بالمربى، بحشوه المربى، اي مربى عندك. يلا كده سمي بالله واقول لكم المقادير بتاعتي. عندي المقادير بتاعتي البسكوت او صينيه البسكوت. عندي 3 كوبايات دقيق، عندي كوبايه زيت، كوبايه سكر، بيضتين. خلاص، وعندي المربى اللي هحشي بيها ايا كانت انت بتحبيها او اولادك بيحبوها، وعندي بيكنج باودر وفانيليا، وعندي ذرة ملح صغيرة. خلاص، هجمع جميع المكونات دي هضربه في الخلاط. بسكوت سهل جدا جدا وجميل جدا جدا وهيعجبكم. خلاص يلا بينا ايه نضرب المكونات دي ايه في الخلاط بتاعنا. خلاص جبت الخلاط عندي، احط بقى فيه، احط الزيت بتاعي. تمام، احط كوبايه السكر، واحط البيضتين. سهل جدا جدا، ليه؟ بيتضرب كل المحتويات بتاعته بتتضرب في الخلاط. خلاص مش عاوزه يعني ايه ضرب ولا اي. وعندي باكل الفانيليا بتاعي برضو هحطه، وذره الملح عشان تتضرب وتتخلط بالبسكوت كله. تمام، يلا اضربهم ونرجع تاني. الخليط اتضرب معايا كده زي ما انتم شايفين، سهل خالص. بصوا هينزل ايه، ضرب ناعم والسكر داب خالص. حاجه جميله بصراحه، حلوه خالص. وايام الشتاء دي كمان اللي احنا فيها بيتعمل وتشرب مع كوبايه شاي حلوه كده، كوبايه شاي ولبن كمان جميله خالص. تمام، بس اخد الدقيق بتاعي وهنزل، بس مش هنزل بالدقيق كله، هنزل حبه حبه بيه. خلاص، لان اشوف ايه اللي في دقيق بيشرب وفي دقيق ما بيشربش يعني. هنزل ايه بالبيكنج باودر. تمام، بس وهعجن فيه، بس ما تعجنيش في البسكوت كده ايه، عشان البسكوت ما بيحتاجش عجن، تلمي لم بس. خلاص، بصوا اول ما تلاقوا العجينه خلاص لمت زي ما انتوا كده شايفين. بصوا خلاص اهي العجينه في ايدي. تمام، ادي اهو البسكوت في ايدي، شايفين لم خالص. مش محتاجه تاني دقيق خالص، لان ما خدتهمش ايه، خدتش التلاته كلهم. ادي اللي بيهم 3 معالق. خلاص، ادي اهو. همسك العجينه كده هقسمها ايه، اقسمها نصين. ادي نص وادي ايه معايا نص. خلاص، هجيب الصينيه بتاعتي عشان افرد عليها واشتغل ايه واحشي بالمربى. خلاص، اديني جبت الصينيه عندي مستطيله زي ما انتوا كده شايفين، وهاخد نص العجينه. مش محتاجه ادهن الصينيه عشان العجينه فيها ايه الدهون بتاعتها كتير. خلاص، وهاخد كده نص العجينه وهفردها ايه في الصينيه. خلاص، هفرد كده، يا ريت كده طبقه صغيره، انا مش عايزه طبقه تخينه عشان هتخمر. خلاص، فيها بيكنج باودر والبيض هيرفعها، وانا عاوزاها بسكوته ايه صغيره كده. خلاص، فردت معاكم زي ما شفتوني كده. هنزل ايه بالمربى بتاعتي. خلاص، طبقه كده ايه خفيفه. المربى دي انا عاملاها معاكم على فكره بمربى الجزر بالبرتقال. خلاص، اهو كده زي ما انتوا ايه كده شايفين. افرديها كده كلها كده. وهفرد الطبقه التانية بتاعت البسكوت على ايه، على اكياس نايلون. عندك اكياس تلاجة تفرديها عشان تقدري ايه تحطيها على الطبقه دي على طول، مقاس الصينيه كده. خلاص، زي ما انتوا كده ايه شايفينها. خلاص، اديني جبت النسخه الثانيه اهي بتاعتي. بصوا فردتها على كيس نايلون اهو، وهنزل عليها بايه في الصينيه بتاعتي.
تمام. بس كده زي ما انتوا كده ايه شايفين. وادي الصينيه خلصت معايا، هروح ادخلها اهي جوه الفرن دلوقتي، ولما تطلع حيه وسخنه نبتدي نقطع ايه، نقطع الصوابع بتاعت اللي هي البسكوت. خلاص يلا بينا ندخلها على فرن 180 درجه. اوكي يلا بينا. وادي صينيه البسكوت طلعت معانا اهي زي ما انتوا كده شايفين، شايفين لونها حلو قوي، يعني لونها جميل جدا، بس انا مش قادره امسكها طبعا عشان سخنه. شايفين الجمال بتاعها. ففي الوقت ده دلوقتي تتقطع وتتصفى الصينيه زي ما هي. تمام. بصوا كده بثبت طول قبل ما الصينيه تنشف معاكم. خلاص شايفين الكميه بقت الصينيه اللي انا كنت عاملاها رفيعه جدا. هي تشبه الباستا فرورا زي كده، بس دي ايه بسكوت. خلاص كده صوابع على طول كده تعمليها زي ما انت عاوزاها، كبيره صغيره متوسطه زي ما انت ايه عاوزه. تبرد كده وهنطلعها. وادي البسكوت طلع وهدي وقطعته زي ما انتوا كده شايفينه. بصوا بقى شوفوا جمال البسكوت، الكميه اللي انا وريتها لكم. بصوا طالع كده لونه هادي، عايزه تحمصي حمصيه، بس هو كده طري حلو. خلاص. وادي حشوه المربى من جوه. عايزه كمان تقطعيه وتعملي له ايه بقى. بصوا اهو، فوقيه مربى وجوز هند. اي حد عندك تقدمه له حلو لاولادك، كوبايه شاي، كوبايه قهوه، كوبايه شاي ولبن. جميل جدا جدا جدا. وصفه حلوه. يا رب وصفتي دي تعجبكم، وانتظراكم، منتظره لايكاتكم واشتراككم في القناه، والسلام عليكم.